هاي سلام، معكم شيماء ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كاب كيك بادق التفاصيل للمناسبات. كيجي غزال بزاف، راقي وزوين، بتقديم اللي هو بسيط جدا بدون تعقيدات. والاهم من ذلك ان الكاب كيك كيجي خفيف بزاف، مهوي ولذيذ، ما تشبعوش منه، كيجي واعر بزاف. ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو مباشره لطريقه التحضير. هنا في البيتخان ولا في الطراب الكهربائي ديالكم خديت جوج ديال البيضات، فصلت البيض ديال البيض على الصفر. هنا كيف ما تشوفوا معايا عندي غير البيض ديال البيض، بيض ديال جوج بيضات في حراره المطبخ. والبيتخام مهم بزاف انه يكون ممسوح، ما فيه حتى شي قطره ديال الماء، لان باش نطلعوا المغانغ ديالنا ما خاصش يكون الماء ما كيخليش البيض ديال البيض يطلع. خديت جوج من ابيض البيض، ضفت عليهم 4 غرام من الفاني. من الاحسن تكون فاني بودغ ماشي سكر الفانيلا، كتعطي مذاق زوين في هاد لي كاب كيك. وضفت عليهم 80 غرام من السكر سنيده. قربت كلشي مزيان حتى طلع وحصلت على مورينغ فيرمي. كيف ما شفتوا معايا ما تيهبطش نهائيا، تيجي واقف وكيجي هكاك داير لو بيك ديالو. من بعد كنهبط السرعه ديال الباتور على اقل درجه، يعني المينيموم. وغادي نبدا نضيف الصفر ديال البيض وحده بوحده، وانا كنطرب كيف ما تشوفوا معايا مهيل بزاف. من بعد ما كنكمل هذوك جوج صفر ديال البيضات، هنا غادي نضيف جوج معالق من الحليب، معلقه كبار، راه الفيديو شارح راسو، وجوج معالق من الزيت النباتيه. وانا كنطرب بنفس الطريقه. اون فوا تنكمل هاد الاضافه صافي كنحبس، ما تنبقاوش نطربوا بزاف باش ما تهبطش لينا لاباغي ديالنا الاولى. صافي هنا غادي نحبس. كيف ما تشوفوا معايا القوام ديال الكيك تيبقى ثقيل وعاقد، لان هذاك البيض ديال البيض كيبقى شاد في راسو، لان كنا كنطربوا غير بشويه وما دخلناش نسبه ديال الهواء. هنا غادي نضيف عليهم 80 غرام من الدقيق الابيض اللي هو الطحين الفورس خاص بالحلويات من الاحسن. وغنضيف عليهم 4 غرام من خميره الحلويات. كنغربل كل شيء ضروري، ما تقولوش لي راه ديجا مغربل، ولا بد. هاد العمليه كتخلي الكيك يجينا مهوي وما كيجيوش فيه دوك التكتلات ولا الحبيبات اللي تيكونوا في الخميره ولا في الطحين. غادي نخلط هكا من التحت للفوق بالفوي، غير بيديا باش ما نهبطوش البيض ديال البيض. خاص القوام يبقى نفسه، يعني الكيك ما يجراش لينا، تيبقى بنفس القوام اللي طربنا عليه البيض ديال البيض، كيبقى هكاك عقد كيف ما غادي نشوفوا معايا. صافي هنا راني ما قطعتش نهائيا، انا كنسرع شويه ولكن ما تنقطعش. كيف ما غادي نشوفوا معايا غير جوج مرات ثلاثه كنخلط بالبيتخان باليد ديال الباتور باش دغيا تيدخل، ولا بفوي هكاك عادي. وصافي غادي نكمل بالسباتول على هذه الطريقه من التحت للفوق. انا راني مزربه، يعني غير بشويه خذوا وقتكم، ولكن ما تبقاوش تحركوا بزاف بزاف عاوتاني، يعني ما تبالغوش في الخفق. صافي هنا غادي نوجد هاد لي كيسات اللي كيدخلوا للفران. راه كيكونوا في الالوان على حسب التيم اللي عندكم، تيكونوا في الدوغي، في لارجونتي، في الابيض، كاينين في الالوان. نتوما غتاخذوا على حسب التيم ديال اللي عندكم. وغادي احسن حاجه هو ان الخليط ديالي درتو هكا في بوش باش كنسهل العمليه وما تنوسخش الجناب ديال لي كيسات، غير مع التصوير وكتجيني عمليه هاد القاعده. ما بغيتوش راه تقدروا ديروا غير بمعلقه وتاخذوا نفس القياس باش كيجيوكم مقادين. وزعت الخليط ديالي بالتساوي. هاد الكميه خرجت لي 14 قطعه، يعني 14 كاب كيك اللي غادي نتخرج لكم. هاد الكيسات راه كيكونوا شويه كبار، ما تيكونوش هذوك الصغيورين، وراه متوفرين في الاسواق. هنا كنضرب مزيان على سطح العمل باش كيتساوى ليا السطح ديالها. وغندخلها للفرن المسخن على 160 درجه بالفرفاره ضروري، وكنشعل عليهم الفوق والتحت لمده ديال 20 دقيقه. لي كاب كيك ديالي كيكونوا واجدين. اللي زوين فيهم كيف ما غتشوفوا معايا ان هذا الخليط ماشي بحال الكيك العادي، ما تيجيش مقبب ولا دايره ديك القبه، كيجي هكا مسطح، كيجينا ساهل في التزيين. واهم من ذلك راه كيجي خفيف. انا ضروري بغيتكم تجربوهم وتردوا عليا. هنا الا كان عندكم الوقت ولا الا بغيتو تضيفوا اضافات غادي نديروا حفيره الوسط وكتعمروهم باش ما بغيتو. انا خليتهم حتى بردوا تماما وغنخبيهم هكا في الطاوات حتى النهار اللي غادي نحتاجهم وغادي نجبدهم. انا صوبتهم ليله قبل، لان هادشي كله وجدته في لانيفرسير ديالي، وكل مره غنحط لكم حاجه في فيديو. انا بغيت كل حاجه نديرها بوحدها باش ما نبقاش ندير لكم كلشي في فيديو كيجيكم طويل. وقولوا لي هاد الطريقه كيفاش جاتكم، واش كتفضلوا هكا ولا كلشي يكون في فيديو واحد. هذا النهار الثاني اللي غادي نزين فيه لي كاب كيك هو النهار ديال لانيفرسير ديالي. خديت اناء اللي درت فيه كاس ديال البودغ ديال الشونتيي وكاس ديال الحليب يكون بارد مزيان مزيان.
بالنسبه للعبار في هذا الشونتيي ماسكاربون ماشي ضروري ديروه على لتر، ولكن انا كنفضل ان الشونتيي والحليب يكونوا نفس القياس باش كيجيني شونتيي هكاك عاقد وواقف. راه كل ما زدتوا الحليب وانتم كطلبوا كل ما غتجيكم كريمه ديالكم مزيانه، ولكن بعض المرات كتولي بحال الرغوه وما كتبقاش شاده لا فورم فاش كنبغيو نطربوا، فاش كنبغيو نخرجوها بالبوق. من الاحسن ديروا نفس القياس، نفس العبار ديال الشونتيي مع الحليب. يعني تقدروا تضاعفوا، تقدروا ديروا 2 كيسان 3 كيسان، المهم ان الحليب والشونتيي يكون قد قد. هنا غادي نضيف عليه، هنا طربت الشونتيي ديالي حتى طلعته واحد شويه، ومن بعد غادي نضيف عليه علبه ديال الماسكاربون. بالنسبه للماسكاربون نعطيكم القاعده، هو ان 500 مليلتر ديال الشونتيي كتجي معاه 250 غرام من الماسكاربون. ولكن انا باش كيجيني بنين وتيجيني معزز في هذه الكريمه، راني درت كيف ما قلت لكم غير كاس ديال الشونتيي، كاس ديال الحليب وكاس ديال لابودغ، وضفت عليهم علبه كامله ديال الشونتيي. يعني تقدروا ديروا غير نص علبه الا بغيتوا. اكيد المكونات والمقادير كلهم غنخليهم لكم في صندوق الوصف. اي تساؤل مليون مرحبا به، خليوه لي في تعليق غادي نجاوبكم. كنجاوب اي واحد سواء في هذا الفيديو ولا في فيديو اخر، ولا حتى الا كان سؤال اور سوجي يعني على شي حاجه اخرى في الحلويات، فمليون مرحبا به، كنجاوب كل واحد. كيف ما تنقول لكم في لي كومونتير، مليون مرحبا، انا هنا باش نعاون اي واحد على اي حاجه انا كنعرفها. اللي ما عرفتهاش راه الغالب الله. المهم صافي طربت هاد الكريمه ديالي مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا، كتجي ليس، كتجي مهويه ولذيذه بزاف. حاجه وحده ان السكر كيبقى حسب الرغبه، بغيتو تضيفوا غادي نضيفوا عليه 80 غرام من السكر كلاصي، سكر كلاص ولا سكر بودره. يعني ما تضيفوش سنيده كيبقى مغرزز هكاك، ضيفوا السكر كلاصي 80 غرام راه كافيه في هذه الكميه اللي عطيتكم. هنا درت الكريمه ديالي في البوش ادوي على هذا الشكل هذا باش نخرج هذه الوريده. فاكيد التزيين تيبقى على حسب الرغبه، سواء في الالوان، سواء في المذاق، ولا حتى في الشكل. اكيد ممكن تنسموا هذه الكريمه باش ما بغيتو. هذه الكريمه راها كتجي عاقده واقفه، تقدروا ديروها حتى في الحشو، وايضا في التغليف في لي كيك ديزاين ولا في لي لاير كيك اللي صغيورين، فممكن تغلفوا بهم لي كيك ديالكم. هنا انا درت هذا التزيين بلا باتا شوكولا، ان شاء الله اكيد غنشاركها معكم في فيديو خاص. عجينه الشوكولاته ناجحه 100%، تجي هكا شاده في راسها. وجدتها ليله قبل فاش وجدت لي كاب كيك ديالي، وخليتها حتى نشفات هكا في طاوه في علبه. طبعت فيها الاسميه ديالي وشكل اخر طبعت فيه هابي، فاكيد ديروا اللي بغيتو. ودرت هكا تاج من الجنب. صافي درتها غير في النصف ديال الكميه ديال الكاب كيك، وخليت الاخرين هكاك الوريده كتجي غزاله من الفوق. درت عليهم غير شويه ديال هكا العقيق، راه كيتباع عند اصحاب لوازم الحلويات، خديتهم في الاحجام، كاين الكبير والمتوسط والصغير. زينتهم هكا، فاكيد على حسب الرغبه. انا كنشارك معكم هكا كيجيو في الخطوبات، في المناسبات ديال الزياده ديال ليسونس، وكيجيو ايضا في اعياد الميلاد، اعياد الزواج، كيجيو فنين وراقيين، الشكل ديالهم زوين، والمذاق ما نقولش لكم كيجي اكثر من رائع. غنقول لكم دمتم في امان الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.